السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي أنا بقوله إن أنا جاي لسه هصور راح النور قاطع. اللي أنا تعمله إن جنب جارتي لما يجي أخوها أو أمها تبقى فرحانة قوي، تعمل لهم 100 حساب وفرحانة جدا. وساعة ما تيجي حماتها أو أخت جوزها تلاقي تقول لك أهم جايين، أهم جايين، مش عارفة ليه. طب ما ده زي ده زي ده، امك زي امه، حرام. ليه ذنبها ايه الام اللي انتوا بتستهتروا بيها دي؟ وفي كل قناه يجي في مش عارفه في كم في البتاع دي في الصفحه، كل واحد يجيب امه ومراته تزعلها ومراته اسم الله. ليه يا قلبي؟ ليه الامهات نظهرها كده قوي كده؟ ليه ننزل بكرامتها كده؟ ولما تلاقي اخوه جاي او امها تبقى فرحانه قوي، تعمل لهم احسن الحاجه. لا، ده اكل ماما مش عارفه ايه، ده اكل ماما، اشمعنى اكل ماما اللي مش عارفه ايه وايه، واكل حماتك. طب ما هي مدياكي راجل، ما هي مدياكي راجل شاب زي الفل. ليه تستهتروا بالرجاله؟ ليه؟ عشان محترمين وطيبين ومؤدبين، صح؟ عشان بيقول لامك يا امي، وبيروح ياخدها من بيتها يجيبها لك. لكن امه يا شيخ بلدنيله بلد عقربه دي، لا حرام، لا انتقي الله. والله النور قاطع وبصور على بتاع زي تليفون زي ده كده، من كتر الغيظ والزعل ان انا شفت جارتي بتعامل امه اكنها الداده بتاعتها، وتعامل امها اكنها ست بانم. ليه كده؟ ليه بتعملوا كده؟ ليه بتعملوا كده؟ ليه ما هي مدياكي راجل، بدل ما بيصرف عليها هي يصرف عليك انت، بدل ما بياكلها هي بياكلك انت. فاتح بيتك وفاتح بربي عيال وبيفتح المفروض الام اللي هي بيدياك الراجل ده تشيليه على دماغك من فوق. ده المفروض، ده اللي انا عارفاه، ده اللي انا عارفاه. لكن اللي انا بشوفه يهديها ربنا، يهديها ربنا ويهديهم ربنا. شفت كتير انا، ده حتى على الصفحة جايبين كتير الفيديوهات دي، تضرب امه وتقوم امه تكنس وتبهدلها وترميها مش عارفة في الشارع هتتكلم هتخرج زيها ويوطي وشه كده. دي حق الامهات. ده حتى لو فيديو وتمثيل ما ينفعش. فين حقها؟ دي بيقولوا الجنة تحت رجليها، الجنة نفسها تحت رجليها. تقوم انتوا تيجوا تخلوها ان هي في الفيديوهات تتضرب ومش عارفه تتهان ليه؟ عشان ايه؟ ليه؟ عملت ايه؟ الجريمه بتاعتها ان هي جابت لك راجل وخلفته وجابته ليك ايه؟ دي الجريمه؟ مش الجريمه كده، لا. الجريمه ان انت ما عندكيش رحمه ولا قلب ولا ضمير. دي جريمتك، دي غباوتك وقلبك الاسود وكرهك للناس دول. وطالما انت بتكرهيهم يبقى بتكرهي جوزها، بتكرهي جوزك. لو انت عملتي اهل جوزك كويسين هيعملوكي كويسين. ويا ستي ما عملونيش كويسين، انا اعمل اللي عليا انا قدام ربنا وجوزي. بس انا بعملهم بما يرضي الله، وهم ما بيعملونيش كده. تيجي جوزها يسافر على ماما، اقعد مع ماما، اقعد معاكوا ليه؟ حقك طالما جوزك مش هنا، حقك. لكن تستهتري بالام، لا. لا، وهعمل 1000 فيديو لا او لا او لا. بص الاقي واحده من قيمه كام يوم طالعه على النت، راح تودي امها دار الناس الكبار دول، ما اعرفش اسمها ايه، وراح ترميها هناك عندها 71 سنه. طب يعني لو انت عيانه ما هي كانت هترميكي؟ الله في سماه، لو انت عندك 100 سنه كانت امك برضه هتوديكي. شو الفرق بقى بين الام اللي بترمي والام اللي بتطبطب؟ البنت اللي بترمي والام اللي بتطبطب. لا يا جماعه، اتقوا الله. لازم نصحصح شويه، لازم نعرف ان في رب.
بيحاسب وبيعاقب، وهتعملي كده وربنا هيعمل فيك كده، هيعمل فيكي كده وهتترمي. وولادك لما يكبروا برضك هياخدوا حريم وهيعملوا فيك كده برضه. اتقي الله. اي وما يجيش الفيديوهات اللي على الفيديو اللي هو بيترم امه مش عارفه تعمل فيها ايه. ليه يعني ليه امك دي عملت، امه دي عملت ايه؟ والله انا بصور والنور قاطع من كتر الغيظ منكم. حرام اتقوا الله في الامهات وفي اخت الجوز وفي ابوه. انت مش جايه شريره علينا، مش جايه، احنا مش بنتجوز ونصرف ونطلع عين ابونا عشان في الاخر اخد واحده تبهدل لي اهلي تبهدلني اهلي وتبهدل لي، يبقى بسلامه بره. مش عايزين نوجع دماغنا. وانا بعمل محمود ابني لما كان قاعد بيتصور مع الاكل، فهو بيقول له اكل جامده، دي اكله جامده. هو بيحب الفول بوطه. كل واحد له ظروفه. واحده بتقول لي، واحده بعتالي الله يسامحها بقى، بتقول لي هو ابنك بيقول على الفول بقوطه اكله جامده، امال لو شاف الاكله الجامده يقول ايه؟ لا هو مش بيقول الاكله جامده على الفول بقوطه، هو طفل وبيهزر، هو طفل. وخليني انا مش قادره اجيب الا شويه فول بقوطه وابني فرحان بيهم. انت مالي؟ انت حاجه المفروض ان حاجه تفرحوا لنا بيها. انا لا في لايك ولا في اشتراك ولا في غيره، بنقول يلا بنعمل على قد جهدنا، اكلنا على قد جهدنا. هما كل اللي طلعوا صوروا كانوا قالوا على قد جهدهم، ولما ربنا كرمهم بقى يجي لهم لايك وشيل واشتراك بال2000 وال3 وال4، فربنا كرمهم وكرمنا معاهم يا رب. بقوا يجيبوا الفراخ واللحمه وكله كل حاجه. لما يجينا هنعمل زي ان شاء الله. انا بقالي 3 سنين في 515، 3 سنين 500 مشاهده و15، مع اني مش ما بعملش حاجه وحشه، يعني ما بقدمش حاجه وحشه. انا عندي فيديوهات على الامهات مش هكتر بقى خلاص. بس انا كنت طالعه عشان صاحبتي دي بتقول لي ان هي يعني بتقول حرام الحموات ما يتعملش فيها كده، حرام. يعني اتقوا الله، مش اتقوا الله كلكم. مش اول ما واحده تبقى مخطوبه تروح تجيب العبايه لماما والطرحه لماما امه يعني وشبشب لماما في عيد الام. خليها دخلت بقى وعيد الام جه ولا حتى ورده لماما. امال فين الحاجه اللي كنت بتجيبيها لماما؟ فين لما اتملكتش الراجل؟ خلاص عرفتي ان هو بقى تحت ايدك، مش مشكله اجيب بقى لامه واجيب لابوه. ده كلمه كل راجل ياخد باله انه يتجوز جديد. لازم الزوجه دي تفهم زي ما بتعامل امك قبل ما تخش تعاملها بعد ما تخش، نفس الكلام ونفس الحب. انا مش بقول لك حبيها بالعافيه، بس اتقي الله فيها، في الراجل الكبير وفي اخواته. خليكي كويسه، خليكي مش عارفه اقول ايه، بس يعني والله العظيم انا بصور والنور قاطع عليا، بحلف بالله العلي العظيم من الغيظ لما صاحبتي جت قالت لي بيعاملونا كذا كذا كذا. ليه يعملوكوا كده؟ ليه؟ ما انا عندي عيالي، ولما الناس قالوا لي طلعي اكل بدل ما تقعدي تحكي وتعملي، اقفي واطبخي. يا جماعه انا مش مقدرتي ان انا اطبخ واجيب واعمل. الجماعه اللي بيطبخوا دول بيبقى مقدرتهم شديده واكلهم غالي قوي. قالوا لي يا رب حتى تعملي شويه رز اعملي. عملت، بعمل يعني وهعمل وربنا يسهل لي. بس يعني بطلب منكم حاجه، الشير واللايك والاشتراك، يعني ده اللي طالبه منكم. وكل واحده تتقي الله في الناس الكبيره عشان البلد تعمر ويسترها علينا ربنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.